هنيجي بقى لتصريح انا بعتبره تصريح مزلزل للكرة المصرية، عمل ضجة كبيرة جدا في الوسط الرياضي، سواء كان للنقاد ولا للإعلاميين ولا لفئات الشعب المختلفة. التصريح ده يا جماعة هو تصريح الكابتن حسين لبيب، وطبعا ده رئيس نادي الزمالك. قال ايه الكابتن حسين لبيب؟ قال في احدى اللقاءات التلفزيونية ان نادي الزمالك هو اكبر قلعة رياضية في مصر. طب هو الراجل كده اخطأ يعني؟ هو الراجل قال معلومة غلط؟ هو الراجل ارتكب ذنب؟ لقينا بقى القنوات الفضائية والزملاء الإعلاميين والنقاد ازاي يطلع رئيس نادي الزمالك ويقول ان اكبر قلعة رياضية في مصر هي نادي الزمالك. اشمعنى الزمالك؟ ما احنا عندنا النادي الاهلي واخد بطولات اكتر من نادي الزمالك، وعندنا نادي الاهلي محقق طبعا انجازات، وهو اللي يعتبر اكبر قلعة رياضية. كل واحد يا جماعة حر في وجهة نظره. لو قلنا نرجع للاحصائيات اللي موجودة في كل الالعاب وليس في كرة القدم فقط، وتقدروا ان انتوا ترجعوا بنفسكم للتاريخ وكل حاجة موجودة النهارده. تعمل سيرش على مواقع التواصل الاجتماعي هيبين لك ان نادي الزمالك فعلا هو اكبر قلعة رياضية موجودة في مصر، نتيجة الانجازات اللي حققها في السلة وفي الطايرة وفي اليد وفي السباحة وفي غيره من الالعاب. مش كرة القدم بس هي اللي بتحقق النتيجة النهائية مين صاحب اكبر قلعة رياضية. طيب يسكتوا عند كده؟ لا، نادي الزمالك خد البطولة كاس السوبر من الاهلي، يبقى لازم ننكد عليهم. يطلعوا لك اشاعات ان هناك منشطات لبعض لعيبه نادي الزمالك زي المدافع محمود بن تايك، قال لك ده عنده ايجابيه المنشطات. طب فين يا جماعه التحليل؟ طب فين يا جماعه الدليل؟ مفيش، هو بس ننكد على الزمالك. ولكن دائما تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فنشوف العالمي ابن مصر، فخر مصر وفخر العرب، محمد صلاح، يعمل ايه بقى؟ يرد اعتبار لكل الزملكاويه. والله زي ما بقول لكم كده، يرد اعتبار لكل جمهور نادي الزمالك ويقول انا معاكم، انا في ظهركم، في قلب انجلترا، في قلب الدوري الانجليزي. يعمل ايه محمد صلاح؟ العلامه الشهيره بتاعت علامه القوس والسهم، شعار نادي الزمالك، عملها في اقوى دوري في العالم عشان يقول يا زملكاويه انا معاكم. يكتفي بكده محمد صلاح؟ لا، ده يجي كمان في مباراة مصر وموريتانيا ولما يسجل هدف يعيد نفس الإنجاز ونفس الوطنية ونفس الحب للفلينة البيضاء ويعمل نفس الشعار. محمد مين؟ محمد صلاح. عشان كده بقول لكم اللي بيحب الزمالك دايما في قلبه حتى وإن غاب عن الزمالك، حتى وإن لعب في دوري غير الزمالك. فأنا بقول للجمهور الأهلاوي المحترم والنقاد الرياضيين المحترمين في النادي الاهلي والاعلاميين المحترمين في النادي الاهلي والتابعين ليهم، اهدوا شويه على الزمالك. والله العظيم الزمالك مصري، مش انجليزي ولا اسباني ولا تركي ولا سعودي، ولا ده نادي مصري. ده من اكبر القلاع في افريقيا والشرق الاوسط. ده اسس سنه 1911. ده كانوا بيسموه النادي الملكي، ولسه لغايه دلوقتي احنا بنطلق عليه النادي الملكي. عشان كده انا بقول رفقا يا جماعه شويه على نادي الزمالك. طيب يا ترى بعد ما اتكلمنا في نادي الزمالك وهو اكبر قلعه رياضيه في مصر انتهى الحديث عن نادي الزمالك؟ لا، انا بقول لكم برضو زي ما الاهلي عندما تم معاقبه امير توفيق ورمز من رموز نادي الاهلي اللي قدم استقالته عادل القيعي نتيجه تسريبات او تصريحات احمد القندوسي على موضوع السمسره، كان هناك رد فعل سريع من رئيس نادي الاهلي وعفى او استقالوا الاثنين دول. طيب نادي الزمالك برضو احنا بنقول لكم يا جماعه بعد مباراه السوبر او كاس السوبر اللي هيقام في الامارات هناك بعض القضايا المهمه اللي احنا هنسيرها عن بعض المنتفعين من اعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك والتابعين لهم. هناك قضايا مهمة جدا بالأدلة والإثباتات هنكشف عنها. ليه؟ لازم يكون هناك ثورة تصحيح حقيقي داخل نادي الزمالك.
لازم كل من يمثل نادي الزمالك يكون هدفه الأول والأخير هو الحفاظ على قيمة ومكانة نادي الزمالك مهما كان المسؤول، سواء كان رئيس نادي، كان نائب رئيس النادي، كان عضو في مجلس الإدارة، كان من أعضاء الجمعية العمومية. مفيش حد أكبر من نادي الزمالك. احنا إن شاء الله بعد ما ينتهي السوبر كده والأمور تهدى هنكشف لحضراتكم بالأدلة والبراهين أن هناك بعض المنتفعين اللي بيعوقوا تقدم نادي الزمالك. دي كانت رسالة النهاردة في الانترو، ولكن طبعا حضراتكم بعد قليل إن شاء الله سننتقل إلى حديث من القلب، قضايا مهمة جدا. انتظرونا بعد الفاصل ويكون معانا 3 ضيوف مهمين جدا جدا جدا، لهم بصمة ولهم قضايا لازم نناقشها هنا